السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في قناتي. معكم مدحت سيد. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض غرزة حلوة قوي، تنفع شال او بطانية او كوفية، تنفع اي حاجة انت عايزة تعمليها. غرزة جديدة وحلوة. بصوا شكلها، هي تعتبر مجسمة. انا عملتها بخيط برنسس واستخدمت ابرة رقم 4. الغرزة سهلة قوي، تبان ان هي صعبة بس هي سهلة جدا وتكرار. هنعملها مع بعض، بس يا ريت لو اول مره تشوفيني تعملي لي لايك وتعملي لي اشتراك في القناه وتكتبي لي كومنت تقولي لي ايه رايك في الغرزه. لان اللايكات بتاعتكم قليله قوي، يا ريت تشجعوني وتعملوا لايكات. الفيديو مش طويل ومش هناخد وقت فيه، وغرزه هتستفيدي منها قوي حلوه. وبعدد سلاسل، اي سلاسل انت عايزه تعمليها. هنبتدي كده على طول. انا هعمل، بصوا خيط برنسس دوت سعره معقول قوي. الخيوط دلوقتي غاليه جدا في السوق، فالخيط دوت ب28 جنيه، سعره حلو قوي. هعمله بإبرة رقم 4، وكمان ما بيوبرش، يعني معقول وحلو بالنسبة للأسعار اللي احنا موجودين فيها دلوقتي. انا هستخدم إبرة معاه زي ما قلت لكم رقم 4، هو السمك بتاعه اهو. هنعمل بقى كده، هبتدي انا هعمل اي عدد من السلاسل. اي عدد من السلاسل هتحددي انتي العرض اللي انت عايزة تعمليه اي قد ايه، وتروحي عاملة بيه سلاسل. انا هو اشتغل هعمل كده، هعمل عدد من السلاسل. انا عملت كده 34 سلسلة اهو، نموذج كده نعمله مع بعض. وعلى طول ادخل في اول سلسلة، يعني هسيب اللي طالع منها الابرة دي وهدخل في اللي وراها على طول، واروح عاملة غرزة حشو كده. بعد ما اعمل غرزة الحشو هطلع ب4 سلسلة، 1 2 3 4 5. هطلع ب15 سلسلة، 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. يعني بدخل على طول في اول سلسلة واعمل حشو واروح طالعة ب15 سلسلة. واعد بقى، انا غرزة الحشو اهو طالعة من المكان ده، طالعة من المكان ده. هعد بقى 1 2 3 4، وفي الخمسة هروح عاملة منزلقة كده، هروح عاملة منزلقة اهو بالشكل ده كده. واروح عدى تاني 15 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. وهروح عدى بردك 1 2 3 4، وهدخل في الخمسة وهعمل منزلقة. انا كده بعمل الاساس بتاع الغرزة. تاني اعد 15، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. وهروح عدى 4، وفي الخمسة هعمل منزلقة اهو كده. انا طالعة من هنا 1 2 3 4 5. هعمل كمان مرة 1 15 برضو، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. واروح عدى 1 2 3 4 5، وهدخل في الخمسة. وهكتفي ايه بقى انا بالعدد ده كده، والباقي ده انا هقطعه وايه وهخلص. يعني بصوا انا كده هيبقى فيه اسست كده 4 غرز اهو. وهروح عاملة ايه بقى، وانا مكاني كده هطلع بسلسلة وهلف الشغل بالطريقة دي كده، واروح جاية في المكان اللي انا طلعت منه ده وعاملة غرزة حشو. هو انا المفروض بعد ما بأسس كده الغرزة بيبقى فيه في الاول عمود بلفتين وفي الاخر عمود بلفتين. انا كده عملت غرزة الحشو، هطلع بقى بالاربعة سلسلة اهو 3 4، اكن عملت عمود بلفتين. وهروح جاية عاملة ايه بقى، بصوا الفراغ اللي انا عملته من 15 سلسلة ده هروح جاية عاملة كده بالشكل ده كده. واروح ضغطة بقى على الحتة دي كده اهو زي ما انا هنا كده، واروح عاملة 5 غرز حشو. ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4
ادي 5، واروح سايبه ايدي واروح عامله ايه، اروح واخده لفتين وعامله عمود بلفتين. فين بقى؟ في المكان ده، مكان المنزلقه اللي انا عملتها، هدخل فيها كده واروح عامله عمود بلفتين واسحبه على 3 مرات اهو. واروح عامله بقى ايه تاني، هاجي اروح جايه الفراغ الاقيه قدامي اهو، هروح برضك عامله زي ما عملت قبل كده، اروح عامله كده واروح عامله فيه 5 غرز حشو. بس امسك دي من هنا كده عشان ايه ما تتحركش اهي. انا خدت كده اهو واروح ماسكه من هنا كده وهعمل 5 غرز حشو. 1 2 3 4 5. واروح جايه في مكان المنزلقه نفس الحكايه، هروح عامله عمود بلفتين، اخد لفتين كده واروح جايه في المكان ده كده واعمل اهو العمود بلفتين. هيتسحب على 3 مرات، اخرج من اول 2 وارجع اخرج من الاتنين اللي وراهم، هيبقى معايا 2 على الابره هخرج منهم اهو بالشكل ده كده اهي. دي قدامي برضو الفراغ اللي من 15 سلسله ده، هروح عامله ايه، هجيب كده اهو وامسك من هنا كده ثبت ايدي عشان تطلع لفوق، ما ما تجيش على جنب. ال5 غرز 1 2 3 4 5. واجي اروح واخده لفتين بعد ما اخلصهم على طول، واجي اسيب بقى خلاص واجي على المكان، سلك بس الخيط ده كده، هاجي على المكان بتاع غرزة المنزلقة وهروح عاملة منزلقة في المكان ده اهو. اخرج من اول لفتين واللي وراه واللي وراه، هاجي اروح عاملة ايه، الاقي الفراغ قدامي، هروح برضو نفس الحكاية عاملاه كده اهو، وهروح ماسكة ايدي هنا كده واعمل ال5 غرز الحشو. 1 2 3 4 5. في بقى غرزة حشو هنا في الاخر اهي اهي، اللي هي دي بتاعت البداية اهي، هروح عاملة فيها ايه، هروح جاية عاملة فيها برضك عمود بلفتين زي ما عملت هناك، اخد كده لفتين واروح عاملة فيها عمود بلفتين اهو عشان يبقى الشكل زي بعضه. اخده بقى ايه تحت في المكان ده كده عشان الشكل يبقى منتظم اهو. هاجي بقى امسك كده اللي انا عملته هيبقى بالشكل ده كده، بصوا الغرزة كده اهي، هي هتبقى كده شكل الغرزة، هيبقى بالشكل ده كده. انا عملت بقى عدد السلاسل اللي انا عايزاه وخلاص مثلا اهو. هاجي بقى كده واروح اهو كده. انا كده لحد ايه، ممكن بقى دي اشطبها عشان بس ما تبقاش ايه اهو كده، وهيبقى دوت الغرزة بتاعتي كده والعرض اللي انا ايه عملته. هاجي بقى اروح عاملة السطر اللي بعديه ازاي، اخد سلسلة والف اعمل غرزة الحشو في المكان ده، بصوا في المكان ده، واروح طالعة بكام، ب15 سلسلة. مش هعمل بقى انا دلوقتي، هأسس سطر، هأسس وسطر هبتدي بالعمود بلفتين او ب4 سلاسل، ابتدي بال4 سلاسل وفي الاخر اعمل عمود بلفتين. انا هنا كده هأسس بعد ما اعمل غرزة الحشو يبقى هعمل 15 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. واروح فين بقى اعمل الغرزة المنزلقة، هعملها في العمود ابو لفتين اللي كنت عاملاه في السطر اللي قبل كده في المكان ده كده اهو. وانا واقفة مكاني هروح اعدل 15 سلسلة، 1 2 3 4 5 6. هسلك بس الخيط ده. انا كده اهو عديت برضو 15، وهاجي على المكان اللي فيه العمود بلفتين اهو واروح عاملة منزلقة
انا كده بأسس دور تاني من الغرزة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. بصوا هروح برضو جايه اهو المكان اللي فيه العمود بلفتين، وهروح عامله منزلقه. غرزه سهله جدا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. وهروح جايه اهو، مش انا كنت هنا عملت حشو طلعت ب4 سلسله اهو بتوع البدايه، هاجي كده في اخر سلسله هي دي برضو اللي هعمل فيها المنزلقه اهو، اللي هو اخر سلسله فيهم. انا كده اسست دور تاني. هما كانوا تحت 4 1 2 3 4 واللي فوقيهم لازم يبقوا زيهم 4 اهو. سهله جدا. هعمل ايه بقى الدور التاني هيتعمل ازاي؟ برضو سلسله واروح لفه الشغل اهو، واروح عامله هنا كده غرزه الحشو، واطلع بال4 سلسله، يبقى اكني عملت العمود بلفتين اهو. واروح جايه بقى عامله ايه دي برضو كده زي ما عملنا، برضو هلفها كده. بصوا هي كده، واروح لفاها كده واتبتها بس من هنا كده، امسكها علشان يطلعوا كلهم ال5 فوق هنا، مفيش حاجه منهم تبقى تحت اهو. 1 ادخل كده وراح عامله جواها حشو. 2 3 4 5 5 غرز حشو. خلاص بقى كده انا عملتها. هروح جايه في المكان بتاع الغرزه المنزلقه، هاجي بقى في انهي مكان؟ مش هنا، انا هنزل تحت هنا في المكان ده اهو، الف لفتين كده واروح نازله في المكان ده. مش هنزل هنا مكان المنزلقه هنا، لا هنزل في المكان ده عند ايه؟ عند العمود بلفتين اللي انا دخلت فيه، المكان اللي دخلت فيه قبل كده وعملت منزلقه، هعمل فيه اهو عشان يبقوا العمودين فوق بعض على طول اهو، عمود بلفتين بس كده. وهروح عامله ايه بقى تاني؟ هروح جايه بردك على دي كده وعاملاها كده اهو. بعد ما اعمل عمود بلفتين هعمل 5 غرز حشو. 1 2 3 4 5. واروح جايه على المكان ده تحت هنا، مش في المكان ده زي ما قلت لكم هنا، واروح عامله عمود بلفتين. وهكمل كده لحد الاخر. برضو هعمل هنا نفس الحكايه، واعمل هنا عمود بلفتين، وهعمل هنا نفس الحكايه، وهروح عامله هنا اهو. هخلص بقى كده واوريكم الاخيره دي بس نعملها ازاي. انا كده كملت اهو اللي بعدها، وهاجي بقى في الاخر اهو غرزه الحشو اهي. بعد ما عملت الغرزه اروح واخده لفتين وادخل فيها واروح عامله العمود بلفتين، والف الشغل، اعمل سلسله واروح لفه الشغل هنا كده، وعلى طول اما اعمل غرزه الحشو دي اروح طالعه ب15 سلسله وجايه هنا في العمود بلفه وعامله منزلقه، واروح مقسسه برضك تاني سطر كمان. وهيمشي بقى على كده على طول الغرز فوق بعضها، وهتبقى منتظمه كده زي ما انتوا شايفين اهو. بصوا سهله جدا، الشكل في الاخر بيبقى حلو قوي. اعمليها بالخيط اللي يعجبك. انا بصوا هنا بس هوريكم الشراشيب بتتعمل ازاي. احنا بقى بعد ما نخلص المفروض في ظهر وفي وش. بصوا هنا كده ده الوش بتاعها. فانا مثلا خلصت ولقيت نفسي على الظهر، انا هقطع الخيط واروح جايه على الوش وهعمل بقى زي ما انا هقول لكم كده. انا هنا كنت هعمل سطر تاني، هعتبر بقى نفسي اكن انا على الوش وطلعت ب20 سلسله. الاول هعمل 20 سلسله. انا خلصت اهو بس انا على الظهر، انا خلصت بس على الظهر. انا بقى المفروض ان انا اقطع الخيط
واروح جايه على الوش وداخله هنا كده، هنا في المكان ده كده، واعمل الشراشيب. انا هدخل بخيط تاني في المكان ده واعمل لكم الشراشيب. انا كده هنا اهو، انا على وش الشغل خلصت اهو الغرزه، والمفروض بقى ان انا لو عايزه اعمل تاني هاسس واروح طالعه تاني. انا خلصت هنا، هقطع هنا بقى الخيط والشغل كده على الوش، اروح جايه بقى من المكان ده كده، من المكان ده هنا، واروح حاطه الخيط. هدخل فين بقى؟ هدخل في اخر سلسله اللي هي الرابعه دي كده، اللي في بدايه السطر اهو، واروح هدخل كده بالخيط وهطلع ب20 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. وهروح عاملة ايه؟ هاجي في المكان ده بتاع العمود بلفتين، وهروح عاملة غرزة منزلقة هنا كده اهو، في المكان ده كده هروح عاملة غرزة منزلقة. انا عملت دي 20، اللي بعدها هعملها 15. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. واحدة 20 وواحدة 15 اهي. واجي عند العمود برضو هنا في المكان، بصوا اللي باين ده كده، واروح عاملة منزلقة. بصوا بقى الشراشيب هتبقى عاملة ازاي، يعني عملناها في شال قبل كده. بصوا هتبقى واحدة كده واحدة كده. هفضل بقى ماشية بالنظام ده كده لحد الاخر، هكملها واوريكم المنظر. انا كده كملت اهو الشراشيب للاخر، مرة 20 ومرة 15. وبشبك فين؟ بشبك في الغرزة الواسعة بتاعة العمود اللي بلفتين اهو. بصوا هتبقى بالشكل ده كده. بصوا منظر الغرزة وبصوا منظر الشراشيب، شكلها جميل جدا، تنفع تعملي منها اي حاجة اهو. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب يكون الشرح واضح، ويا ريت ما تنسونيش باللايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.